كلنا زعلانين ان الدولار بقى ب 18 جنيه. بس الصايع هو اللي يخلي لما بالدولار 18 جنيه هو يكسب اكتر. الحل سهل، اشتغل اونلاين، خلي دخلك يجيلك بالدولار مش بالجنيه. في 100 طريقة تشتغل بيها اونلاين وتقدم خدمة ويجيلك دخل بالدولار وتصرفهم ب 18 جنيه. اول طريقة هتكلم فيها النهاردة في الحلقة اي باي. اي باي ده عندك اي منتج عايز تبيعه تحطه على اي باي، تحط بيانات، تحط صور، تحط حاجات ليه، تسيبه ملايين من الناس من حوالين العالم بيدوروا على المنتجات دي على طول وبيشتروها وبيدفعوا ويجي لك فلوسك بالدولار. طيب دلوقتي اي باي ده هتيجي تقول لي طب انا هبيع ايه على اي باي؟ بصراحه دي شغلتك انت المفروض تشوف اي باي هيبيع ايه. بس من ناحيتي انا شفت شويه حاجات بتتباع على اي باي بصراحه تضحك. يعني عمر ما في واحد بني ادم هيتخيل الحاجه دي ممكن فعلا تتباع على اي باي. انا شفت ناس بتبيع ازايز بيره الاستيلا فاضيه، او بيبيعوا الكان اللي فوق. ناس بتحب تخلي الحاجه دي عندها ذكرى لما كانت في مصر وهم كانوا بيشربوا ولا حاجه. في شفت ناس عماله بتحط اكياس رمله، فبقرا ايه ده، طلعت جايب رمله من الهرم من على الارض وحاططها وقايل للناس اشتريها. وناس بتشتري، في ناس فعلا عايزه الكلام ده. عندك عمله قديمه مفيش حد مقدر قيمتها، على النت في حد مقدر قيمتها. طابع قديم، اي حاجه هاند ميد معموله بالايد، الحاجات دي كلها ناس بتدور عليها بتحبها. فدي شغلتك انت اللي تدور، شوف انت بتشتغل في ايه، بتفهم في ايه، وحاول اطلع وحطه وخلي الناس تتفرج عليه. هيجيلك مشكله، طب انا اشحن ازاي؟ احسن طريقه تشحن بيها البوسطه المصريه. هتيجي تقول لي الحاجه بتضيع في البوسطه ومش عارف ايه البوسطه المصريه الحاجات بتاعتها الشحنات مع فيديكس مع ارامكس كل دول بيتحطوا في شوله وبيركبوا على طياره واحده وبيروحوا هناك في نفس الطياره وبيتفرجوا مع بعض. انا الحمد لله بروفيشنال على اي باي، خبره غير عاديه، بقالي سنين شغال على اي باي. انا فاكر مره وانا لما جاء قال لك الشعب اسقط النظام، جبت الاخبار بتاعت الاهرام والاخبار والجمهوريه، الشعب اسقط النظام، كنت بجيبها بجنيه ونص بحطها على اي باي ببيعها ب 20 دولار، عشان في ناس عايزه تشيل الورقه دي عشان حاجه بتحصل كل كام سنه، بتحصل ثوره والناس تكسب، يعني الموضوع صعب. فدي كانت حاجه نادره، فانا خدتها حطيتها بعتها. لو عندك اي اسئله او في حاجه انت مش فاهمها في ايباي وعايز حد يساعدك، انا فهمان في ايباي. انا شغلي دلوقتي اصلا ببيع قطع غيار موتوسيكلات على ايباي، فبعمل كده كل يوم، فانا فاهم كويس قوي، فانا ما عنديش مشاكل. ادخل على البيج بتاعتي افكار من بره الصندوق، اعمل لها لايك فولو، شوف، اسالني، ابعت لي مسج، هرد عليك لما يكون عندي وقت، هساعدك. محتاج اي نصيحه اي حاجه هقدر اللي اقدر اعمله معاك. افكار بره الصندوق على الفيسبوك على اليوتيوب، واشوفك حلقه تانيه. باي باي.